هرم اللاهون الذي شيده سنوسرت الثاني، وهو واحد من أكبر المعالم الأثرية الهامة بمحافظة الفيوم، وقد بني من الطوب اللبن يكسوه الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه 48 مترا، وطول قاعدته 106 أمتار، ويقع مدخله في الضلع الجنوبي منه، ويبعد عن مدينة الفيوم نحو 22 كيلو مترا. كان مبنيا فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا، وقد استكشفه العالم الإنجليزي ويليام فالندرز بيتري عام 1889، وعثر بداخله على الصل الذهبي الوحيد الذي كان يوضع فوق التاج الملكي، وهو محفوظ الآن بالمتحف المصري. وبالكشف أيضا في هذه المنطقة تم العثور على مقبرة الأميرة سات حتحور، وذلك بجوار الهرم. كنوز هذه الأميرة محفوظة حتى الآن بالمتحف المصري. تضم منطقة هرم اللاهون جبانة تقع على مقربة من الهرم وتسمى بجبانة اللاهون، كما تضم مقبرة مهندس الهرم ويدعى إمبي. وفي الشمال 8 مصاطب كانت مقابرا لأفراد الأسرة المالكة، من بينها مقبرة سات حتحور، بالإضافة إلى مدينة عمال اللاهون كاهون. وكذلك تضم منطقة اللاهون مدينة عمال اللاهون، وكانت تدعى آيونيت، وتقع حول هرم سنوسرت الثاني، وترجع أهميتها إلى أنها أقدم البلاد المصرية الواضحة المعالم. وأخيرا قناطر اللاهون الأثرية، والتي يرجع تاريخ بنائها إلى الأسرة 12 الفرعونية، التي كان لها باع كبير في الفيوم في هذه الفترة من حكم الفراعنة. نبذة عن قرية اللاهون بمحافظة الفيوم. قرية اللاهون إحدى القرى التابعة لمحافظة الفيوم، والتي يعود اسمها إلى العصر الفرعوني، وذلك في اللغة المصرية القديمة. واسم اللاهون يعني راحن، وهو اسم معناه فم البحيرة، وذلك لوقوعها في مدخل الفيوم من ناحية الجنوب الشرقي، وأصبحت في اللغة القبطية القديمة لاهون، ثم أضيفت لها أداة التعريف في العصر الإسلامي. هذه القرية تضم العديد من الآثار، منها هرم اللاهون الذي شيده سنوسرت الثاني، وهو واحد من أكبر المعالم الأثرية الهامة بمحافظة الفيوم، وقد بني من الطوب اللبن يكسوه الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه 48 مترا، وطول قاعدته 106 أمتار، ويقع مدخله في الضلع الجنوبي منه، ويبعد عن مدينة الفيوم نحو 22 كيلو مترا. كان مبنيا فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا، وقد استكشفه العالم الإنجليزي ويليام فالندرز بيتري عام 1889، وعثر بداخله على الصل الذهبي الوحيد الذي كان يوضع فوق التاج الملكي، وهو محفوظ الآن بالمتحف المصري. وبالكشف أيضا في هذه المنطقة تم العثور على مقبرة الأميرة سات حتحور، وذلك بجوار الهرم. كنوز هذه الأميرة محفوظة حتى الآن بالمتحف المصري. تضم منطقة هرم اللاهون جبانة تقع على مقربة من الهرم وتسمى بجبانة اللاهون، كما تضم مقبرة مهندس الهرم ويدعى إمبي. وفي الشمال 8 مصاطب كانت مقابرا لأفراد الأسرة المالكة، من بينها مقبرة سات حتحور، بالإضافة إلى مدينة عمال اللاهون كاهون. وكذلك تضم منطقة اللاهون مدينة عمال اللاهون، وكانت تدعى آيونيت، وتقع حول هرم سنوسرت الثاني، وترجع أهميتها إلى أنها أقدم البلاد المصرية الواضحة المعالم. وأخيرا قناطر اللاهون الأثرية، والتي يرجع تاريخ بنائها إلى الأسرة 12 الفرعونية، التي كان لها باع كبير في الفيوم في هذه الفترة من حكم الفراعنة. هرم اللاهون الذي شيده سنوسرت الثاني، وهو واحد من أكبر المعالم الأثرية الهامة بمحافظة الفيوم، وقد بني من الطوب اللبن يكسوه الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه 48 مترا، وطول قاعدته 106 أمتار، ويقع مدخله في الضلع الجنوبي منه، ويبعد عن مدينة الفيوم نحو 22 كيلو مترا. كان مبنيا فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا، وقد استكشفه العالم الإنجليزي ويليام فالندرز بيتري عام 1889، وعثر بداخله على الصل الذهبي الوحيد الذي كان يوضع فوق التاج الملكي،
وهو محفوظ الآن بالمتحف المصري. وبالكشف أيضا في هذه المنطقة تم العثور على مقبرة الأميرة سات حتحور، وذلك بجوار الهرم. كنوز هذه الأميرة محفوظة حتى الآن بالمتحف المصري. تضم منطقة هرم اللاهون جبانة تقع على مقربة من الهرم وتسمى بجبانة اللاهون، كما تضم مقبرة مهندس الهرم ويدعى إمبي. وفي الشمال 8 مصاطب كانت مقابرا لأفراد الأسرة المالكة، من بينها هرم اللاهون الذي شيده سنوسرت الثاني، وهو واحد من أكبر المعالم الأثرية الهامة بمحافظة الفيوم، وقد بني من الطوب اللبن يكسوه الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه 48 مترا وطول قاعدته 106 أمتار، ويقع مدخله في الضلع الجنوبي منه، ويبعد عن مدينة الفيوم نحو 22 كيلومترا. كان مبنيا فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا، وقد استكشفه العالم الإنجليزي ويليام فالندرز بيتري عام 1889، وعثر بداخله على الصل الذهبي الوحيد الذي كان يوضع فوق التاج الملكي، وهو محفوظ الآن بالمتحف المصري. وبالكشف أيضا في هذه المنطقة تم العثور على مقبرة الأميرة سات حتحور، وذلك بجوار الهرم. كنوز هذه الأميرة محفوظة حتى الآن بالمتحف المصري. تضم منطقة هرم اللاهون جبانة تقع على مقربة من الهرم وتسمى بجبانة اللاهون، كما تضم مقبرة مهندس الهرم ويدعى إمبي. وفي الشمال 8 مصاطب كانت مقابرا لأفراد الأسرة المالكة، من بينها مقبرة سات حتحور، بالإضافة إلى مدينة عمال اللاهون كاهون. وكذلك تضم منطقة اللاهون مدينة عمال اللاهون، وكانت تدعى آيونيت، وتقع حول هرم سنوسرت الثاني، وترجع أهميتها إلى أنها أقدم البلاد المصرية الواضحة المعالم. وأخيرا قناطر اللاهون الأثرية، والتي يرجع تاريخ بنائها إلى الأسرة 12 الفرعونية، التي كان لها باع كبير في الفيوم في هذه الفترة من حكم الفراعنة.